ما تبداش دروب شيبينج في 2025. طبعا هتقول لي يعني انت شغال دروب شيبينج في اغلب بلاد العالم وجاي لي انا تقول لي ما ابداش. بص يا صديقي، انا بتكلم معاكم دلوقتي لو انت لسه بتبدا وما عندكش خبره وما عندكش اي خلفيه من الاخر بلح. انت لازم دايما في البدايه تخسر، وده الطبيعي، لان اللي بيخلي اللي شغال دروب شيبينج ما يخسرش انه من الاخر عارف اللي فيها، عارف لو دي ما باعتش عشان دي فنعمل دي فاتحلت فشكرا. فانت بالنسبه لك دلوقتي عنصر الخبره مش موجود ولازم نكتسبه. هتقولي دلوقتي الخبره بتيجي بالممارسه، اقول لك كلام صحيح. انا بقول لك ابدا، بس بدل ما تبدا ان انت تصرف على ورق شركه وبوابات دفع وضرايب، طبعا محدش هيجيب لك سيره الضرايب، فكل دي طبعا تكاليف غير تكاليف الاعلانات. طبعا لو انت معاك خبره الكلام ده كله بالنسبه لك هيكون اي كلام واسهل من السهوله. السؤال هنا نكتسبها ازاي؟ بص، انا دايما برشح ان انت تبدا COD دروب شيبينج من غير لا ورق شركه ولا بوابات دفع ولا اي حاجه، فقط متجرة وتكاليف اعلانات. ولو مش عارف ايه هو COD دروب شيبينج، خد لك لفه في القناه وتعالى تاني. يعني هتقول لي دلوقتي هو COD غير الدروب شيبينج؟ هقول لك ان الاتنين واحد، لكن الفرق ما بينهم بسيط. الفرق ما بين الدروب شيبينج ان العميل لازم يدفع الاول وبعد كده يستلم المنتج، لكن في COD دروب شيبينج العميل بيستلم المنتج الاول وبعد كده بيدفع ويتحول لك الفلوس. هتلاقي عندك ان انت مش بتتحمل غير تكاليف الاعلانات، والشركات ان احنا بس بنسجل فيها وعندها منتجات واحنا بنسوقها هي اللي بتبدا تبعت كل الكلام ده. ولحد هنا الفيديو يكون خلص، وهنتكلم في الفيديوهات اللي جايه عن بعد كده. طبعا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه، واشوفكم في فيديو جديد.